السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عائشة مفيد من ألمانيا، عضوة في حزب الاستقلال، وأود أن أعطي رأيي في موضوع تبادل المعلومات البنكية والضرائبية. آه، هذا القانون اللي كان صدق عليه في عهد حزب العدالة والتنمية، والآن في دور المصادقة عليه في البرلمان. كما كنعرفوا أن احنا في ألمانيا غادي يبدا التفعيل ديالو في سبتمبر، 30 سبتمبر في هاد السنة. وأنا كنظن أن هذه كارثة بالنسبة لمغاربة العالم. كنت نتفهم هذا القانون إذا كان يعني دار باش يطبق على الناس اللي كتهرب الاموال وكتبيضها ومراقبه وديجا عملت اخطاء كثيره، ولكن باش تعمم على الجاليه المغربيه في العالم فهذا يعني حقره بالنسبه للجاليه اللي كتدمر وكتخدم وكتحاول تدخل لبلادها وتستثمر في بلادها ودير شي دويره ولا شي حاجه علاش ترجع من بعد، وفي الاخير كتاخد صفعة قوية. فأتمنى أن البرلمانيين اللي كاينين دابا في المغرب، لأن الجالية المغربية مازال ما عندهاش الحق أنها تدافع على نفسها في البرلمان وأنها تمثل نفسها في البرلمان. لحد الساعة راه مالنا دستور كاملي بذلك. فنتمنى من الإخوان البرلمانيين اللي كاينين في المغرب ومن السادة اللي في الأحزاب ديالنا يدافعوا علينا ويحاولوا على الأقل يديروا واحد اللجنة من جميع الأحزاب اللي تقدر تدرس هذا الموضوع ويكونوا معها خبراء من مغاربة العالم، باش الواحد يستنتج شنو غادي يوقع وشنو ما وراءه. أنا كنشوف هذا القانون أنه كيدخل في سيادة الوطن وكيدخل في خصوصية شخص، يعني حرياته وخصوصياته، مع أن أوروبا هي كتحمي لواحد الطريق واحد الدرجة لا تصور خصوصية المواطن ديالها. فهذا كنشوفه تعالي من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي حماية المواطن المغربي غير موجودة. فكنتمنى أنا كما قلت تكون واحد اللجنة وتدرس هذا القانون يعني من جميع الجوانب، وما فيها بس تاخد حتى مغاربة العالم في هذه اللجنة باش تدلي برأيها وتدلي بالاكسبرتيز ديالها، ونتمنى خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.